السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد في تعلم اللغة الإسبانية بطريقة سهلة. وقبل أن أبدأ، أدعو المشاهدين الجدد الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ولايك إذا أعجبك الفيديو. أهلا ومرحبا بكم من جديد. إذا أردت أن أقول باللغة الإسبانية ماذا تفعل، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعليق. ماذا تفعل؟ أحسنت. ¿Qué estás haciendo؟ ردد معي بصوت مرتفع. ¿Qué estás haciendo؟ وتعني ماذا تفعل. نقول باللغة الإسبانية ¿Qué estás haciendo؟ وتعني ماذا تفعل. وإذا أردت أن أقول هذه الحقيبة، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعليق. هذه الحقيبة. أحسنت. نقول esta maleta. ردد معي بصوت مرتفع. esta maleta. esta maleta. وتعني هذه الحقيبة. نقول esta maleta. وإذا أردت أن أقول مثلا يجب أن تقتصد، يجب أن تقتصد، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعليق. أحسنت. نقول tienes que ahorrar. ردد معي بصوت مرتفع. tienes que ahorrar. وتعني يجب أن تقتصد. tienes que ahorrar. وإذا أردت أن أقول لماذا تمشي ببطء، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعليق. لماذا تمشي ببطء؟ أحسنت. نقول ¿Por qué andas despacio؟ ردد معي بصوت مرتفع. ¿Por qué andas despacio؟ وتعني لماذا تمشي ببطء. نقول باللغة الإسبانية ¿Por qué andas despacio؟ وإذا أردت أن أقول لشخص ما ضع اللحم في الثلاجة، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعليق. أحسنت. Pon la carne en la nevera. ردد معي بصوت مرتفع. Pon la carne en la nevera. وتعني ضع اللحم في الثلاجة. نقول باللغة الإسبانية Pon la carne en la nevera. وهي ضع اللحم في الثلاجة. وإذا أردت أن أقول انتبه الضوء أحمر، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعليق. أحسنت. Cuidado, el semáforo está en rojo. ردد معي بصوت مرتفع. Cuidado, el semáforo
está en rojo، وتعني انتبه الضوء أحمر. وإذا أردت أن أقول مثلا لا توقف السيارة هنا، لا توقف السيارة هنا، أحسنت، نقول no aparques el coche aquí. ردد معي بصوت مرتفع: no aparques el coche aquí، وتعني لا توقف السيارة هنا. نقول باللغة الإسبانية no aparques el coche aquí. وإذا أردت أن أقول وصلت في الوقت، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعليق. وصلت في الوقت، أحسن، نقول llegué a tiempo. ردد معي بصوت مرتفع: llegué a tiempo، وتعني وصلت في الوقت. llegué a tiempo، وتعني وصلت في الوقت. وإذا أردت أن أقول مثلا أرجوك، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعليق. أحسنت، نقول por favor. ردد معي بصوت مرتفع: por favor، وتعني أرجوك أو من فضلك. نقول باللغة الإسبانية por favor. وإذا أردت أن أقول لشخص ما مثلا لا تخبر أحدا بذلك، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعليق. أحسنت، نقول no se lo digas a nadie. ردد معي بصوت مرتفع: no se lo digas a nadie. no se lo digas a nadie، وتعني لا تخبر أحدا بذلك. نقول باللغة الإسبانية no se lo digas a nadie. وإذا أردت أن أقول مثلا تقريبا كل الناس، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعليق. أحسنت، casi todo el mundo. ردد معي بصوت مرتفع: casi todo el mundo، وتعني تقريبا كل الناس. نقول باللغة الإسبانية casi todo el mundo، وهي تقريبا كل الناس. وإذا أردت أن أقول مثلا اجلس هنا لتستريح، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعليق. أحسنت، نقول siéntate aquí para descansar. ردد معي بصوت مرتفع: siéntate aquí para descansar، وتعني اجلس هنا لتستريح. نقول siéntate aquí para descansar. إلى هنا يكون قد انتهى الدرس. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر
الجرس ليصلكم كل جديد. يا hasta luego. hasta luego.